السلام عليكم الاخوه الاخوات. باش ما نطولش عليكم، كاين واحد القانون اللي غادي يخرج في جونفي 2025 وهذا خاص للمغاربه. غنخليكم مع الاوديو اللي وصلني واسمعوا حتى الاخير. السلام عليكم الاخوان الاخوات، صباح الخير عليكم. كل شيء بخير، كل شيء نتمنى يكون في صحه جيده ان شاء الله. هذا الاوديو هذا غادي نهضر فيه على مشروع قانون الماليه ديال 2025، وهاد جوج نقاط اللي غنهضر عليهم دابا حاليا مشروع قانون، ولكن غيدوزوا قانون 100% غادي يدوزوا، وانا قلت نهضر عليهم دابا تاخذوا عليهم فكره، ولحقاش كيقيسوا الشركات ديالكم وكيقيسوكم نتوما كاشخاص بطريقه مباشره او غير مباشره. ما نطولش. بالنسبه للنقطه الاولى واللي هي حساسه ونبغي كلشي يفهمها مزيان وكلشي يرد معها البال، هو الحساب البنكي الشخصي ديالك. اي واحد، ما كنهضرش على لو كونت بونكير ديال الشركات ديالكم، لا، كنهضر على الحسابات البنكيه الشخصيه بيرسونيل ديالكم. نتمنى هذه النقطه تكون واضحه. هاد الحسابات هادو راه خرج قانون اللي غيتم بلوتو اللي كيخلي اداره الضرائب انها دير لو كونترول على هاد الحسابات البنكيه الشخصيه ديالكم. بمعنى لو كونت بونكير ديالك بيرسونيل راه دابا غيدار عليه ان كونترول ابتداء من 2025، والقانون غيخرج وغيرجعوا وغيطبق ابتداء من 2021. بمعنى غيرجعوا معك 4 سنين للور. الا كان الحساب البنكي ديالك كيفوت 240 الف درهم اللي هي 24 مليون في العام تروجات فيه او فلوس دخلات، هنا غيسالوك يقول لك من اين لك هذا. نعاودها. الا كان الحساب البنكي ديالك الشخصي دخلات ليه اكثر من 24 مليون في العام، اداره الضرائب عندها الحق تسالك منين جبتي هاد الفلوس. جبتيهم من عند الاخ ديالك غيسالوا الاخ ديالك، جبتيهم عند صديق ديالك غيسالوا الصديق ديالك، جبتيهم عند اي واحد حتى هو غيسالوه. يعني شدوا الخناق على ماشي الشركات، مي دابا على المواطنين. اي مواطن اللي كيدير هادشي اليوتيوب حتى هو غادي يبقاو يسولوه. اللي كيدير التجاره الالكترونيه الله يجعلك تكون رابح في القمر. شي القمر جو سي با، هذه غير عطيت انفورماسيون. الناس اللي كيقمروا وكيربحوا حتى هما غيخلصوا الضرائب. متفقين؟ الوغ الميساج باش نرجع فين كنت، بالنسبه للاشخاص اللي عندنا في المكتب ديالنا، بالنسبه للحسابات الشخصيه ديالكم، راه ابتداء من 2025 اللي هو جونفي ما بقى لي حتى شي حاجه ويدخل، غتوليو تسائلوا عليهم. متفقين؟ غيرجعوا معكم 4 سنين لور. ياك الا الحساب البنكي ديالك فات 240 الف درهم اللي هي 24 مليون سنتيم، راه غيسالوك يقول لك منين جبتي هاد الفلوس هادو ومنين شنو هو المصدر ديالهم. هذه نقطه. الفكره اللي بغيت نوصل، وسمحوا لي طولت عليكم شويه، هو ابتداء من 2025 حاولوا الفلوس اللي كتدخل الحسابات البنكيه الشخصيه ديالكم تكون عقلانيه وتكون مبرره. سينو شوفوا شي، يعني ما عرفتش. المهم هذه الفكره المهم راني وصلتها. فهموها، حاولوا تفهموها مزيان. الوغ النقطه الثانيه بالنسبه للياغ، بالنسبه للناس اللي عندنا وكيخلصوا لياغ على المستخدمين ديالهم، راه غيكون واحد الانخفاض في الضريبه ديال لياغ. يعني بالنسبه للناس ديال 6000 و 6500 درهم راه غيوليو معفيين من لياغ. والناس اللي فوق 6500 اللياغ ديالهم الا كان على سبيل المثال 500 درهم يقدر يولي 250 درهم، والا كان 1000 درهم يقدر يولي 500 درهم. بالنسبه للناس اللي عندنا كيخلصوا لياغ على المستخدمين ديالهم، راه لياغ غادي ينقص. ها جوج نقاط انا صحيت اني نهضر عليهم هنا في الاوديو، والا بانوا شي نقاط مهمين وضروريين بالنسبه للشركات من قريب او من بعيد بطريقه مباشره او غير مباشره، راه غادي نرجع ونبارطاجيها معكم في اوديو كيف ديما ان شاء الله. وبالنسبه لهذه المساله ديال المداخل الاخرى او لي ريفوني اتيتر بيرسونيل، ردوا معها البال. راه الحسابات البنكيه غتوليو تسالوا عليهم ابتداء من جونفي 2025، وغيرجعوا مع المواطنين 4 سنين لور، يعني من 2021 ويتموا جايين. ونتمنى ان شاء الله انتم ما تكونوش من هاد الناس، وتكون هذا الرادار ديال هاد الدار الضريبه ما يشد حتى شي واحد. ما كنبغيو. المهم نتمنوا خير لاي واحد ان شاء الله. المهم الاخوان، كما سمعتوا، الا سمعتوا هذا الخبر، انا ما متاكدش 100%، وكاين الناس اللي كاين في المغرب اللي عارفين بان هذا القانون كاين، يردوا به. حيت كاين بزاف ديال الناس كيشدوا الفلوس باش يديروا الرواج، باغ اكزومبل بوغ الفيزا. كاين بزاف ديال الناس كيشد 20 مليون عند هذا، 30 مليون عند هذا، 10 مليون عند هذا، وكيروج الكون ديالو. لا يصدق يقول لك من اين لك هذا، وتخلص عليهم الضرائب وانت راه ماشي ديالك والو. المهم فوالا، سمعت جاني هذا الاوديو بغيت نبارطاجي معكم، وهذا الشيء اللي كان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.